لو لسه ما مشيتش خطوة واحدة في اليوتيوب علشان مستحيل تطلع بوشك او خايف الناس تعرفك، فالفيديو ده معمول ليك مخصوص علشانك. انا جاي النهاردة هقولك على 9 مجالات تقدر تكسب منهم آلاف الدولارات من غير ما تظهر بوشك، ومن غير حتى ما يكون معاك رأس مال. وكل اللي انت محتاجه هو موبايلك وشوية وقت وفكرة ذكية بس. ايوه، في ناس بتكسب 3000 دولار شهريا من المجالات دي اللي انا هقولها لك، وانت ممكن تكون واحد منهم. ويلا بينا نتعرف على المجالات دي. حابة اقول لك يا صديقي انه اليوتيوب مش بس للناس اللي قدام الكاميرا زي كده، لا اطلاقا. في آلاف القنوات حول العالم بتشتغل في الخفاء وبتكسب اكتر من اللي بيظهروا كمان. اللي هقول لك دلوقتي هو خلاصة البحث والتجارب، مش كلام نظري ولا وهمي. واول قناة معانا قنوات قصص الرعب. لو بتحب الحكايات او الروايات او عندك خيال واسع، يبقى قنوات قصص الرعب هي المنجم الذهب ليك. اكتب سكريبت او حتى استخدم الذكاء الاصطناعي وسجل بصوتك او بصوت روبوت، وركب على الفيديو صورة مرعبة او فيديوهات مرخصة. المجال ده ترندي جدا والجمهور دايما بيطلب منك الجديد. المجال التاني قنوات ملخصات الكتب. ناس كتير عايزة تتعلم وتقرأ بس ما عندهاش وقت، وهنا بيجي دورك تقدم لهم ملخصات لكتب تطوير الذات أو روايات أو كتب علم النفس البسيط، ومن غير ما تظهر بوشك إطلاقا. واستخدم صور متحركة أو مشاهد مناسبة ليهم، والدخل طبعا هيزيد مع الوقت. أما المجال الثالث فهو قنوات الشروحات التقنية. تطبيقات جديدة، موبايلات نزلت جديد، أو حتى مواقع بتحل مشاكل. عايزك تسجل الشاشة وتسرح بصوتك، وعايزك تستخدم ال AI للصوت، وكمان نزل حاجات ترند بسرعة وهتكسب مشاهدات بسرعة الصاروخ زي الصاروخ. أما المجال الخامس ألعاب من غير الظهور. الجيمر أو حتى بتلعب الألعاب، عايزك تسجل اللعبة وتشرح أو تعلق بصوت خفيف أو حتى تشرح بدون صوت وتخلي الطخطخة بس. في فيديوهات على طول بتتعمل اللعبة، خصوصا لو اللعبة نازلة ترند. أما المجال السادس وهو مجال الذكاء الاصطناعي، عايزك تقدم أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي، شروحات، تجارب الناس بتدور عليها وكده وغيره. دلوقتي حرفيا يا عزيزي المشاهد مفيش أحسن من إنك تركب الموجة دي بدري. الذكاء الاصطناعي والله محتوى ناجح جدا. المجال السابع التأمل والموسيقى الهادئة. موسيقى للاسترخاء والنوم والتركيز. صمم فيديو فيه موسيقى هادية وصور طبيعية وسيبه شغال بالساعات. الناس بتسمعه هم نايمين أو هم في مكان معين، وانت بتلم الساعات المشاهدة بدون ما تتكلم ولا تظهر بوشك حتى. والمجال الثامن معانا معلومات عامة وحقائق غريبة. عايزك تقدم معلومات مذهلة وسريعة عن الكون أو جسم الإنسان أو الحيوانات. النوع ده من المحتوى مش بس ترندي، ده كمان محتوى ممتاز جدا وبيفضل شغال لفترة طويلة جدا والناس دايما بتشغله. في جزء منا حابين يتعرفوا عن المناخ والأرض والفضاء، الكون بشكل عام والعالم. وفي منا جزء تاني حابين يتعرفوا عن جسم الإنسان وعناصره وكل حاجة فيه. وفي ناس تالتة عايزين يتعرفوا عن الحيوانات بشتى أنواعها. يعني المحتوى ده عليه جمهور وإقبال، وأنا بقول لك صممه بالذكاء الاصطناعي. مش مطلوب منك تقف وتصور المطر أو تقف وتصور مداخل جسم الإنسان. بص يا صديقي، والله إنه أفكار المحتوى اللي فعلا ممكن تناسبك هي فكرة الذكاء الاصطناعي. في ناس مش عندها القدرة على إنها مثلا يبصوا في الكتب ويقرأوها، عايزين يسمعوها. هنا دورك أنت، ليه ما تعملش محتوى عن كده؟ فصدقني المحتويات في 2025 بيقول لك يعني هو المطلوب، يعني المحتوى في 2025 مطلوب تظهر بوشك، بس انت مش عايز وشك اطلاقا، مفيش مشكلة. بدون الظهور حاجة ممتازة جدا ممكن تجيب منها ربح. الطخطخة كويس، انت ممكن تعمل الجيمنج ممتاز جدا، خاصة انت مش محتاج تتكلم. لو اتكلمت المحتوى الجيمنج عامة في 2025 انا بقول لكم القنوات المبتدئة واللي لسه هتبدأ محتاجة صوتك، بس ما انتش عايز صوتك ممكن صوت الطخطخة يغني عنك، والهدات والحاجات دي كلها دول بيغنوا عنك. تمام. والمجال التاسع
قنوات إعادة التدوير الذكية، عايزك تجيب فيديوهات مرخصة من مواقع زي بيكسليست وتركب عليها سكريبتات بصوتك أو بصوت الذكاء الاصطناعي ال AI، وتقدم محتوى مفيد أو تحفيزي زي قنوات النجاح أو الملخصات تجارب الحياة العلمية. وابدأ ابني مشروعك بدون ما تظهر بوشك خالص. ولو وصلت للنقطة دي فده معناه انك انت شخص عايز تبدأ بس مستني البداية من غير خطة، والبداية من غير خطة يساوي مجهود ضايع. قولي في الكومنتات ايه اكتر مجال شدك، ولو حاببني اساعدك في خطوات عملية اكتب لي في المجال ده، اكتب لي تحت واشترك دلوقتي وفعل زر الجرس وشوف دلوقتي بقى السلسلة، لان احنا لسه ما بدأناش. منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين الابداع، تطوير الذات، النجاح المالي.